لو الفيديو ده ظهر لك بالصدفة ما تتفرجش عليه لوحدك. القصة اللي هحكيلها دلوقتي مش أسطورة ومش حاجة متألفة للترفيه، هي واقعة اتجمعت من شهود حقيقيين، جيران ومحاضر قديم، بيت مصري عادي جدا. بس الغريب إن مفيش حد قدر يعيش فيه أكتر من 30 يوم. البيت ما بيقتلش، هو بس بينادي واللي بيرد عمره ما بيكمل. البيت موجود في حارة قديمة على أطراف شبورة، مبني أكتر من 60 سنة، ولا عمره كان مهجور ولا معروف عنه إنه مسكون. غش بني، سلم ضيق، وشباك بيطل على شارع دايما زحمة. بس من سنة 2019 حصلت حاجة غريبة، كل اللي سكنوا في البيت مشوا فجأة من غير مشاكل إيجار، من غير خناقات، من غير سبب واضح. بس كلهم قالوا نفس الجملة: البيت بيصحى بعد الفجر. أول حاجة موثقة كانت لراجل خمسيني اسمه عم سيد، راجل هادي شغال بواب في مدرسة وسمعته كويس. دخل البيت وهو ومراته في شهر 8. أول أسبوع كان طبيعي جدا، ده بعد يسمع خبط فوق السقف، مع إن مفيش دور تالت وفي ليلة الساعة 4 إلا ربع مراته صحيت على صوت حد بيقول: قوم أنا فوق. الصوت كان صوت جوزها بالحرف. فتحت عينها لقيت عم سيد نايم جنبها، وشه شاحب وبيعرق. قال لها: انت سمعتيه؟ ومن الليلة ديت عم سيد بقى يصحى كل فجر، يقف قدام باب الأوضة ويبص لفوق ويضحك ضحكة مش بتاعته. وبعد 20 يوم سابوا البيت. عم سيد اتنقل مستشفى نفسي بعد شهر. بعدهم دخلت أسرة تانية، أب وأم وطفل عنده 8 سنين. الطفل ده بدأ يرسم رسومات غريبة، راجل واقف في السلم من غير وش، والأم سألته: من ده؟ قال: ده اللي بيطلع من الحياة بعد الفجر. آخر ليلة ليهم الطفل اختفى ساعة، لقوه واقف في السلم بيبص لفوق وبيقولوا: قال لي اطلع. سابوا البيت في نفس الليلة. جار من الجيران حاول يسجل الأصوات في التسجيل، صوت واطي بينادي أسماء مختلفة. الغريب الأسماء كانت أسكام سكان قدامى للبيت. التسجيل اتحذف لوحده من الموبايل، اتحرق. وكل الحالات حصلت بين 4 و5 الفجر تقريبا، وقت السكون التام، ولا وقت ما العقل بيكون الصحو والنوم، ولا وقت اللي أي صوت فيه بيبقى مرعب. والبيت ما بيناديش غير في الوقت ده. شاب حاول يقعد ليلة واحدة داخل بكاميرا. الفيديو انتهى فجأة، آخر جملة سمعناها: ده صوتي بس مش أنا. خاتمة: البيت لحد دلوقتي مقفول، بس النور بينور بعد الفجر، والجيران سامعين النداء. ولو عديت من هناك وسمعت حد بيناديك باسمك ما تردش، مش كل اللي بيناديك عايزك بخير. متنساش تشترك في القناة لو القصة عجبتك. لو عاوز جزء تاني اكتبلي في الكومنتات، وشرفنا باشتراكك في القناة وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.